ماشي كل مرة صايمة قوية. كاين اللي صايمة على الماكلة ولكن لسانها باقي هو اللي كيقودها. كاين اللي صايمة على القهوة ولكن العصبية مازال شادة القيادة. ورمضان ما كيختبرش المعدة، كيختبر السيادة. كيختبر واش انتي اللي كتقودي نفسك ولا اللحظة هي اللي كتقودك. الفرق بين المرأة العادية والمرأة السيدة ماشي في الظروف، الفرق في الرد. وكل مرة كتوقفي قبل ما تردي راه كتقربي خطوة من القوة. أنا وفاء وهذه رحلة بناء المرأة السيدة. عمرك فكرتي علاش كنعاودو نفس الأغلاط كل رمضان؟ كنصومو بالجسد ولكن العقل باقي مبرمج على الرد السريع. بين أي استفزاز وأي ضغط وأي تعب وبين الرد ديالك كاين واحد الفراغ صغير بزاف، ثانية وحدة. في هذيك الثانية يا إما كتكوني عبدة لردة الفعل كتغوتي وكتندمي من بعد، يا إما كتكوني سيدة كتنفسي بهدوء وكتختاري الرد اللي كيشبه لقيمتك. الحرية الحقيقية ماشي ديري اللي بغيتي، الحرية هي ما تخليش اللي بغاوه الناس يسيطر عليك. دابا غادي نسولك سؤال وكوني صادقة مع راسك. إلا شي حد استفزك في رمضان وانتي صايمة تعبانة ومضغوطة، واش غادي تردي فورا ولا غادي تختاري الرد؟ باش ما يبقاش الكلام نظري خليني ندخلك في واحد الموقف حقيقي. تخيلي معايا خديجة إنسانة كتخدم، نهارها كيبدا من قبل من الفجر، عندها نهار طويل وقيالة خدامة تعبانة، راجعة في العشية لدارها وهي صايقة وكتفكر في الفطور في الدراري ومع التعب اللي هدها. فجأة واحد الإنسان دار مخالفة وهو مقطوع دخل عليها بالطوموبيل، فرانا غوت ونزل الجاج بدا كيسب كلمات قاصحة جارحة. خديجة في هذيك اللحظة النار شعلات فيها، الرد كان واجد في لسانها، بغات تخرج وتوري شكون هي ولكن تنفسات. هذيك النهجة ديال النفس رجعت ليها الوعي، شافت فيه برودة وكأنها كتشوف شي طفل كيبكي. ما رداتش ماشي حيت خايفة ولكن حيت قيمتها أغلى من أنها تضيعها في الزنقة. هو بقى كيغوت ويتحرق وهي كملت طريقها خفيفة. خديجة ربحات المعركة بلا ما تنطق بكلمة. السر اللي كينفخ في العافية هو اللي كيتحرق بها، واللي كيطفيها بالهدوء هو اللي سيد. ونمشيو للكوزينة، المملكة اللي كيتختبر فيها الصبر الحقيقي. سناء إنسانة ربت بيت بحالها بزاف د النساء، النهار كامل وهي واقفة ريحة الشهيوات، تعب واصل للعظم. دخل الزوج شاف الطبلة وبلا ما يحس قال عاوتاني هاد العصير، وعلاش ديما فيك هاد العصبية هاد الأيام؟ الجملة كانت بحال الشرارة في برميل د البارود. سناء كان ممكن تفجر قاع داك التعب ديال النهار في وجهه، ولكن سناء اختارت السيادة. سكتت واحد الثواني، شافت فيه بابتسامة هادئة وقالت فعلا يمكن رمضان غلبني شوية اليوم، غدا نصايبو عصير آخر إن شاء الله. الزوج سد ليه الفم، الحرب اللي كان باغي يبداها طفات قبل ما تبدا. سناء ما خسرتش كرامتها هنا، لا، سناء ربحت راحتها. القاعدة ماشي أي ماتش تنادينا ليه خاصنا نلعبوه. رمضان كيعلمنا حاجة سميتها الاستغناء. ملي كتقدري تستغني على الماكلة، على القهوة، على أي حاجة انتي كتبغيها، كتعرفي أنك قوية. ولكن الكاريزما الحقيقية هي ملي كتستغني على إرضاء الناس. المرأة اللي عندها كاريزما ما كتجريش مورا اللي يشكرها واللي يمدحها، هي مكتفية بداك الشي اللي لداخل. حضورها هادئ، كلامها قليل وموزون، نظرتها فيها هيبة. ملي كتكوني مستغنية كتولي مطلوبة. تخيلي معايا هاد 30 يوم بحال شي خلوة ملكية. انتي ماشي غير صايمة على الماكلة، انتي راكي في مختبر البناء الشخصية. كل مرة كتحسي بالحرارة ديال الغضب طالعة وكتحبسيها بابتسامة باردة راكي كتسقلي الجوهر ديالك. كل مرة كيضرك الجوع وكتصبري راكي كتقولي لنفسك أنا اللي كنحكم في الرغبات ديالي، ماشي هما اللي كيحكموا فيا.
هاد التدريبات الصغيرة اللي كتصنع منك مرة صعيبة تكسر. ملي كتخرجي من رمضان ما كتخرجيش غير خفيفة في الوزن، كتخرجي تقيلة في الهبة، حيت اللي يقدر يغلب نفسه هاد الشهر ما كاينش شي حد برا يقدر يغلبه. السيادة الحقيقية هي هذه، أنك تولي انتي هي القلعة اللي ما كيهزها ريح. القوة راها ماشي في الغوات، راها في الثبات. في ليلة العيد الدنيا كاملة كتشري حوايج جداد، ولكن السيدة الحقيقية هي اللي لبسات روح جديدة. تفكري ديما الناس يقدروا ينساو شنو حطيتي ليهم في الطبلة، ويقدروا ينساو حتى شنو كنتي لابسة، ولكن عمرهم ما غادي ينساو الثبات ديالك ملي كانت العاصفة دايرة بيك. ما غاديش ينساو داك الهدوء المرعب اللي واجهتي به الاستفزاز. ما غاديش ينساو أنك امرأة كتقود نفسها بنفسها. رمضان هو الفرصة باش تعلني السيادة ديالك على حياتك. كوني انتي التغيير اللي بغيتي تشوفيه في عالمك. إلا وصلتي لهنا فرحيت ما لم يقال داخل ديالك القصادة في هاد الكلمات. باش نكبروا هاد المجتمع ديال الوعي والسيادة كنتمناك تنضمي لينا، اشتركي في القناة وفعلي الجرس، ماشي غير باش يوصلك الجديد، ولكن باش تكوني أول وحدة كتسمع لهاديك الهضرة اللي قليل فين كتلقاي اللي يصارحك بيها. شاركي هاد الحلقة مع امرأة كتحسي أنها محتاجة تسترجع السوارت ديال حياتها. خلينا نكبروا مع بعضياتنا بوعي وبهيبة. كانت هاد الحلقة سيادة الذات. أنا وفاء وكنقول لكم كاين كلام بزاف باقي ما تقالش. رمضانكم عزة وسيادة.